سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. سعيده بلقياكم مره اخرى في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطويجين دايزو الكلام. الا سمعتوا دايزو الكلام راه واعر بزاف بزاف وما فيش بزاف تاع المراحل، يعني ما كاين لا شحر لا والو، كلشي كنديروه من الاول. غادي نحتاجوا لواحد تقريبا واحد البصله موين، غادي نقطعوها على هذا الشكل هذا دوائر. جوج فصوص ديال الثوم غادي نحكوهم ونديرهم من الفوق. وغادي ناخذ هنايا تقريبا على حسب الصراحه، على حسب لعدد الاشخاص اللي غادي ياكلوا هذا الطاجين هذا. المهم انا درت هنا تقريبا واحد جوج بطاطات موين حتى ثلاثه، كنقطعوهم دوائر على هذا الشكل هذا وكنستفوهم. كنستفوهم بشكل اللي يكون زوين، حيتاش الطاجين هو هو الشكل، يعني كيجي حتى المنظر ديالو كيشهي. يعني عندي كفته درت فيها قزبر، وغادي ندير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، يعني القوام العادي اللي كنديرو في الكفته وصافي. وغادي نخلطوهم. ممكن انكم تكتفيو بالقزبر والملحه والبزار، راه حتى هي كتجي زوينه. كان انا درت فيها درت فيها كاع القوام، كنخلطوها مزيان مزيان. وما تصورش لينا الفيديو. كندير واحد مطيشه وحده، كنقطع دوائر كنديروها هكا، كنستفوها، كنفرقوها على دوك ما بين البطاطات. وديك الكفته كانت عندي غير داك شويه، ما كانش بزاف. ممكن انكم ديروا اكثر، وممكن انكم تستغناو عليها كاع صافي. وهنايا خيزو قطعته هكا باش يطيب لي، حيت هو اللي كياخذ طياب بزاف. ودرت جلبانه كانت عندي مكونجوليه، درتها من الفوق هكا. والزيتون مجعوب من بعد ما غسلته باش تحيد منه هذيك الملوحه بزاف بزاف. وصافي هذا هو الطاجين. غادي دابا ندير واحد الفصيص ديال الثومه، ودرت بعدا جوج تاع الطريفات ديال المصير كيجيو واعرين. درت واحد الطريف ديال الثومه، هذه هي الوصفه الخطيره. الثومه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، غادي تقريبا واحد المعلقه على حسب الكميه اللي عندكم. غادي نديروا الملحه، يعني كم ميزانكم. حتى الملحه اللي كيبغيها بزاف يديرها، اللي ما كيبغيهاش ينقص منها. غادي نديروا البزار حتى هو على حسب الذوق، ممكن انكم ديروا الحار الا كنتو كتاكلوا حتى الحار. وغادي نديروا تقريبا واحد الكاس ديال الماء، كاس ديال العنبه. هذا هو القياس فاش كيطيب لينا هاد الطاجين. واصلا راه الخضره كتطلق شويه الماء. المهم كنخلطو مزيان مزيان. ومن بعد كنديروا من الفوق ديال الخضره، يعني كيف قلت لكم ما كاين لا شحار لا شحار المرق، هذاك الشيء الاولاني عاد ديال الخضره لا والو. صافي كلشي كيطيب دقه واحده، وكلشي كيتقوم دقه واحده. من غير الكفته اللي راكم عارفين خصها ضروري شويه ديال القوم، داكشي علاش كنديروها بوحدها. صافي كنسقيها هكا طاجين كاملو كيف ما كيبان لكم، حتى كنسالي يعني. وهذيك الزليفه الا بقى فيها شي شويه، حاولوا انكم تشللوها، يعني ما يبقاش لكم القوام في الزلافه. هانتوما هذا هو القياس ديال الماء راه كتجي، وما هذوك مع الطياب كيجي هو هذاك، والمرقه كتجي خاطره واخا هكاك ما تخافوش، راه ما كيبقاش لكم المرقه فيها. وكنزيدوا شويه ديال الزيت من الفوق هكا، القياس ديال زيت الزيتون ولا اي زيت بغيتو تستعملوه هانتوما. وكنخليو عليه عافيه تكون في الاول مهيله بين ما سخن الطاجين، ومن بعد كنديروه موين، ماشي ميته كاع. هانتوما كما كتشوفوا راه وريتكم بلي الخضره راه طلقات ليا الماء. وكنخليوها حتى كطيب مزيان مزيان هذيك الخضره. وكنشدو بمعلقه ديك المريقه اللي عندنا، كنديروها من فوق بطاطا وفوق من الخضره، باش حتى الا هبط عليهم القوام غادي يبقى دائما فوق منهم. وفي نفس الوقت داك القوام اللي بقى لينا من الفوق تيبان بحال يعني باقي من الفوق، ما دابش مع الماء، يعني تيتجانسوا كما كنقولوا. صافي هانتوما كما كنوريكم دابا راه اختارت المريقه طابت بطاطا. قلبوا غير بطاطا وخيزو خيزو بالضبط هو اللي كيشد شويه الطياب. البطاطا راه حيتاش درناها هكا رقيقه شويه، ما غاديش تشد بزاف بزاف. هانتوما المريقه وريتها لكم خاطره. كنتمنى يعجبكم الطاجين ديالي، جربوه كيف العاده تقولوا لي في لي كومونتير كيف جاكم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. الى فيديوهات جايه ان شاء الله، الى اللقاء.